تخلص من المضغة. ولا ما عندكم مضغة انتم اصحاب القطن؟ يومكم ناس متحضرين يعني. المدن هذه اصحاب المدن ما يتعاطون المضغة. هذه المضغة تكثر في البوادي، عند اصحاب البوادي. في البادي هذه يعطونها حتى الاولاد الصغار، لكن المدن سيئون، القطن، يعني مدن رئيسية هذه عندنا في الوادي، تريم، هذه حضارة ومدري ايش، ما هي يطرحون المضغة هذه، وماشي عندكم مضغة انتم. بلوة والله هذه، بلوة هذه والله، بلوة يا اخوان. هذه قالوا يعني فيها مفاسد اخبث من السيجارة، خبيثة رائحتها نتنة. قلت لكم مرة انا في محاضرة شفتها مع احد الاولاد سقطت عليه في المسجد، عند الحمامات سقطت عليه عند الحمامات. فقمت انا اخذت الكيس، انتبه يا ولد، شط قدي، قال، قلت له ايش ذا يا ولد؟ ويبيني كذا، قال يا استاذ حتي. هي حتي. قلت له ما اشوف انا الحتي. شميتها، لو قلت متاكد يعني سبحان الله يمكن حتي. قلت له حتي يا ولد، لا اله الا الله، لا اله سبحان الله. قلت كيف يعني بعض الناس يطرحها هنا؟ يطرحها فين؟ يطرحها هنا في فمك يا اخي، في وبعضهم فوق، يعني حركات جديده وتحت وكذا. والله يا اخوان، والله ان المضغه هذه عفوا لو صح التعبير تطرح هنا بين الاصابع. قلت كذا الكلام انا في محاضره في تريم، قلت هذا الكلام، قال لي واحد لا تستاهل هذه هنا بين الجزمه والرجل وتوك ومضخ، حرام وخلي الخرمه تطلع من تحت، مش تطرحها هنا، تطرح المضغه هنا. يا فمك يا عبد الله، تعال يا صاحب المضغه، فمك طاهر، فمك نقي، تخرج منه اعظم كلمه واصدق كلمه واجل كلمه تخرج من فمك، كلمه التوحيد، كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فإن صح التعبير إن هذا الفم تعال يطيب بالمسك والعنبر والكافور، تعال يا طيب يطيب هذا الفم. عيب يا مسلم تطرح هذا القدر في فمك وتدخل على أهلك بهذه الروائح الكريهة الوسخة النتنة والعياذ بالله. وكذلك القات أخبث وأرذل وله رائحة أيضا كريهة، وقل دمر علينا والشر. فأسأل الله أن يعافي شبابنا من ذلك يا رب العالمين، يا رب يا رب. فالله الله يا اخوان، اللي يبغى يتأسى بالرسول، اللهم صل على الرسول. شو الرسول طيب، الرسول يحب الريح الطيبة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، اللهم صل وسلم عليه. ما يكره، ما يحب الروائح الكريهة هذه. تبغى تكون كما الرسول، اللهم صل عليه، اقلك مسواك واترك الدخان واترك كيس المضغة وهاتها جزاك الله خير وتخلص منها. حد عنده شجاعة جزاه الله خير بيجيبها دحين، بيكون قدوة للناس، بيجيب الكيس حق المضغة ولا الباكت حق السيجارة ويقول توبة. مين بيكون قدوة جزاه الله خير؟ من بيضرب نفسه بحديد ما دام النفس حارة دحين وبنقوم بنصلي. هذه جائزتي الليلة، هذه ضيافتي الليلة. ما بغيتكم تذبحون لي القطن ولا تقدحون، بغيت واحد يفرحنا يقول توبة يا بن فاضل ان معاد تعاطى الدخان ولا المضغة ولا القات، ان كان حد موجود، وان كان ما حد موجود جزاه الله خير. ما حد، معلش يمكن بعضهم بيستحي لكنه عنده نية، كما هذا الاخ جزاه الله خير اللي في تريم، الله يجزيه خير، قال لي لما قلت هذا الكلام في المحاضرة يا اصحاب تريم هاتوها، ما حد قام طبعا، لكن بعد المحاضرة جاء وقال والله يا شيخ قلنا له بقوم بعطيك اياها، بس استحيت من اصحابي وجماعتي، لكن بعطيك بيني وبين الكلام، بعطيك عهد لله ان عادنا طرحت هذه الوسخة في فمي. فقمت مسكته كذا وشميت على راسه وقلت والله هذه علامة الإيمان يا أخي، إنك تسمع محاضرة، تسمع كلام الله وكلام الرسول وتقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وانتهينا.